السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم؟ عساكم طيبين. طبعا يا جماعة قبل كل شيء عندي جروب في التليجرام. يعني أي شخص عنده سؤال ويبيني أرد عليه بسرعة يدخل الجروب. تقريبا في 35 شخص، حتى لو أنا ما رديت يردون عليكم. جروب يعني نفس الواتساب كذي، فموجود كل شيء تحتاجونه بالوصف. قبل كل شيء لا تنسون اللايك والاشتراك يا جماعة، الله يخليكم. المقطع هذا انشروه بين أصحابكم، عيال عمكم، عيال خالكم. المهم خلنا ندخل بالموضوع. يا جماعة أول شيء، متى راح تشوف نتيجة؟ أول شيء الشخص يعني النتيجة تعتمد على الشخص نفسه، بس غالبا النتيجة بعد تقريبا 3 شهور تقريبا. النتيجة اللي خلاص، يعني النتيجة النهائية 3 شهور مع استخدام الهير جرو. طيب يا جماعة، أنا قاعد يجوني ناس واجد قاعد يقول لي هير جرو ما عندنا في المنطقة، أنا بستخدم مينوكسيديل. شنو رأيك يا عبد العزيز؟ وشنو تنصحني؟ أنا يا جماعة ما جربت إلا الهير جرو، ما جربت إلا الهير جرو. بس أنت عطني المنتج اللي عندك إياه عشان أنا أبحث عنه، أشوف شنو المواد الموجودة، هل هي راح تنفعك أو لا. بس ما انصحكم يعني انتم استخدموا الهير جرو مع البيوتين، حبوب البيوتين، مع الديرما رولر. الديرما رولر ايش فيني الديرما رولر هذه تفتح مسامات الشعر، فيها ابر. الديرما رولر فيها ابر صغيره، تمررها على وجهك نفس العصايه الصغيره، تمررها على وجهك زين، وبعدين راح تفتح المسام. بعد 5 دقائق تستخدم الهير جرو او ايا كان. طيب تستخدم اول شيء الديرما رولر، بعد 5 دقائق تستخدم ايا كان تستخدم يعني الزيت، ولا تستخدم الهير جرو، ولا تستخدم اي شيء. حتى في ناس كريمات يستعملون. شنو الفائده من الديرما رولر؟ الديرما رولر طال عمرك ان يعني مثلا فتحت المسام، فالمسام مفتوح الحين، فانت دخلت الهير جرو راح تمتصه بسرعه، راح تشوف نتيجه يعني بدال 4 شهور شهر. اسمعوا مني، اسمع من اخوك، الديرما رولر ضروريه، وانا انصحكم تستخدمون الهير جرو. بغض النظر يا جماعه عن المونوكسيديل ولا الزيوت، راح اشرح عنها. بس انا جربت الهير جرو. اذا موجود، اذا انت بمنطقه موجود فيها الهير جرو، انا انصحكم 200% تستخدمون الهير جرو. ليش يا عبد العزيز؟ ليش؟ طيب علمنا. الهير جرو يعني ما عندنا في المنطقه. اذا ما عندك، ادخل الحين الجروب اللي بالتليجرام، الرابط اللي بالوصف، ادخل على الرابط وادخل وكلمني. راح ان شاء الله يا جماعه ارد عليكم، كلموني خاص. انا تحت امركم. انا فتحت القناه عشان اكسب محبه الناس لي، وعشان افيد الناس اول شيء. ثاني شيء محبه الناس. طبعا كل هذا من فضل ربي، يعني الله هو اللي يعني المحبه، جاب المحبه من الله، المحبه من الله. ف بس يعني هذا المقطع، يعني هذا الاشياء يا جماعه. انا قاعد افكر شنو انزل مقطع، اكتبوا لي بالوصف او اكتبوا لي شنو انزل مقطع. اهم شيء النشر واللايك والاشتراك، بس ما ابغى منكم شيء. الاشتراك ضروري، وانشر المقطع، انشر المقطع بين ربعك يا عمك، فيد اخوك المسلم على قولتهم. فهذا نهايه المقطع يا جماعه، واتمنى اني افدتكم. طلعت بصوره حلوه قدامكم. انا يعني اتمنى اني اطلع بصوره حلوه لانكم اخواني.